في نقطة على الخريطة قريبة جدا من عاصمة جنوب سيناء، على بعد 20 كيلو بس، والناس لسه مش واخدة بالها منها. اسمها سهل القاع. والمكان ده بس مش مشروع زراعي، ده ممكن يكون مستقبل واعد ليك. وقبل ما نتكلم في التفاصيل حابب أوضح حاجة سريعة. في الحلقة اللي فاتت كنت قلت إن المسافة بين رأس سدر وتجمع النهايات 15 كيلو متر، لكن الحقيقة إنها من 30 إلى 35 كيلو متر. والتصحيح جالي من الناس اللي عايشة هناك في التعليقات، فشكرا ليهم. سهل القاع مش بس أرض للزراعة، ده أرض على بعد دقايق من كل الخدمات: مدارس، جامعات، مستشفيات، طرق رئيسية. والأهم إن المنطقة دي مش هتفضل زي ما هي. بعد 5 سنين إن شاء الله من دلوقتي سهل القاع هيبقى تجمع حيوي. اللي ناوي يزرع هيلاقي أرض خصبة، اللي بيفكر في مشروع صناعي صغير الموقع يخدمه، واللي في دماغه تجارة الطرق والخدمات حواليه تفتح له أبواب كتير. من الآخر سهل القاع مش بس مشروع زراعي، ده موقع استراتيجي، واللي هياخد القرار النهاردة هيكون سابق بخطوات كتير بكرة. سهل القاع واحد من التجمعات التنموية اللي الدولة بتبنيها في سيناء. الهدف منه واضح: سكن محترم وأرض تشتغل عليها وخدمات أساسية حواليك. التجمع فيه 400 بيت قائمين فعلا، زائد مسجد ومدرسة ووحدة صحية، ملعب كرة قدم، ومحلات لتلبية احتياجات الناس. يعني هتيجي تلاقي مجتمع موجود، مش هتبدأ من الصفر لوحدك. المساحة الزراعية حوالي 2000 فدان زراعي داخل التجمع. الأرض مستوية وصالحة للزراعة. المرحلة التانية اللي مفتوحة دلوقتي 140 بيت، 700 فدان زراعي جاهزين للتخصيص. وده فرصة واضحة مش محتاجة تزيين بالكلام. اللي عنده استعداد يشتغل ويتعامل مع الأرض بجدية التجمع ده ممكن يناسبه. قريب من مدينة الطور، يعني مش معزول. وزي ما كلنا عارفين، عشان نمشي في أي طريق أول حاجة لازم نعرفها المسافة. تعالوا نعرف المسافة قد إيه علشان توصل الطور إلى سهل القاع. لو جاي من أي محافظة في مصر فكر دايما إن الطريق بيوصل في الآخر للسويس. ليه؟ لأن معظم الطرق من الصعيد، من الإسماعيلية، من بحر، من الدلتا، بتتجمع في خط واحد اللي هو السويس. من السويس إلى طور سيناء 281 كيلو. من طور سيناء إلى سهل القاع 23 كيلو. يعني من بلدك للسويس زائد 304 كيلو توصل لأرضك في سهل القاع. المسافة مش بعيدة، لكن الفكرة إنك تبقى عارف طريقك قبل ما تبدأ. وسهل القاع قريب جدا من عاصمة المحافظة، وده بيفتح أبواب لأي نشاط: زراعة، تجارة، أو حتى تصنيع، لأن الخدمات قريبة والطريق واصل والمستقبل هناك واعد. اللي مستبعد المشوار يتفضل بكل حب واحترام يقفل الفيديو، واللي ناوي يزرع يكمل معانا. يا ترى الأرض دي بتزرع إيه؟ وملوحة المية هناك عاملة إزاي؟ نسبة الملوحة 5000 جزء في المليون، يعني في كل لتر مية فيه 5 جرام أملاح. المية دي مش صالحة للشرب، لكن صالحة للزراعة لو اخترت المحصول الصح والنظام الصح. رغم إن المياه في سهل القاع ممكن تسمح بزراعة الزيتون من الناحية النظرية، لكن الحقيقة إن الجو العام هناك مش مناسب. يعني الشجرة ممكن تكبر وتديك نمو خضري قوي، لكن الإنتاج هيكون ضعيف. ومصدر المعلومة مركز بحوث الصحراء. طب أنا ممكن أزرع إيه في سهل القاع؟ ممكن تزرع نخيل، تين شوكي، أو رمان. عايز أقولك على حاجة مهمة: المياه في تجمع سهل القاع انفتحت من فترة قريبة، ولسه الناس دلوقتي في مرحلة تجهيز الأرض. يعني مفيش حد بدأ زراعة فعلية لحد اللحظة دي. عشان كده المعلومات اللي بنقولها مبنية على تحاليل ومصادر علمية، مش تجارب، لأن الناس لسه ما بدأتش تجارب. ودلوقتي هسيبك مع مشهد حي من أرض الواقع: لحظة إطلاق المياه في تجمع سهل القاع. المشهد ده بيفكرني بشادية وموسيقى بليغ حمدي، بس دي مش سينما، دي حقيقة. الهوس اتفتح يا ابو محمد. قدام. أول حاجة لازم تعملها لما تستلم أرضك هي تحليل التربة وتحليل المية.
كل أرض لها طبيعتها ولها مشاكلها. ممكن أرض شكلها كويس بس التربة فيها فقيرة، أو فيها ملوحة، أو المية ما تنفعش لمحاصيل معينة. التحليل هو اللي هيكشف ليك الحقيقة من الأول ويوفر عليك خسائر بعدين. في النهاية عايز أقولك مش كل بداية لازم تكون من فوق، ساعات البداية الحقيقية بتكون تحت رجليك. ابدأ من القاع واطلع لفوق خطوة بخطوة. أنا مش طالب منك لايك ولا شير، بس لو حسيت إن كلامي فيه قيمة كن رجل من أقصى المدينة. سلام عليكم.